بما اننا مطوري جمعيه مطوري القاهره الجديده، طب ما نشوف القاهره الجديده دي اخبارها ايه دلوقتي؟ يعني تفاصيل كتيره لازم اكون واخد بالي منها، وبرضه في المباني متعدده الاستخدامات او جيتد كوميونتي. حطينا كل الاشتراطات جبناها من هيئه الاستثمار الخاصه باستثمار بتصدير العقار والاشتراطات الخاصه بيها، وهي هتبقى موجوده بالتفصيل اللي تساعد على استقطاب شريحه من العملاء مختلفه عن شريحه المصريين. من اهم الحاجات اللي العملاء دي بيبقى من دوافع الشراء عندهم، يعني المزايا اللي بيدوروا عليها في الكومباوند، اهمها الامن والمسطحات الخضراء. الامن والمسطحات الخضراء من الحاجات الاساسيه. الامر الثاني هو الكونسيومر بيهيفير. المواطن حصل له اليفيتنج الحياه. مصر بايعه لحد دلوقتي ب 800 مليار جنيه في 2024 بسم الله ما شاء الله. يعني احنا رايحين هنكسر التريليون وطالعين. ولكن ارجع تاني، بعد قرار راس الحكمه بتاع شهر فبراير والحاله اللي حصل لها تحرير سعر الصرف بتاع الجنيه مع الدولار، حصل تغير في الباي موتيف لها علاقه بان بقت بيعه حقيقيه. لكن بعد راس الحكمه كان المطورين والمشروعات والخطط التسويقيه المحكمه والمنتجات الجيده والتسعير الجيد كان بيساعد كتير جدا على رفع او تكبير كره التلج تاني.